والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى صحبه الأخيار وبعد. سادتي الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة سررت اليوم بأن ألقي هذا البحث على مسامعكم وبصحبة أستاذي الكريم وجمع غفير من الأساتذة الذين لهم علي الفضل الكبير، ولكن هم طلبوا مني أن أقدم هذه الورقات. أرجو من الله أن أكون قد وفقت لذلك. حقيقة عندما نأتي إلى دراسة منطقة ديار بكر خاصة والعدد الكبير الموجود للأنبياء والأولياء في هذه المنطقة، يحس الإنسان أنه مهما كتب ومهما بحث في هذا المجال لا يفي بالغرض. حتى أني قرأت لشاعر عباسي يذكر عن ديار بكر يقول: لو كانت أشجار ديار بكر كلها أقلاما وماء دجلة نهر دجلة كله مداد وحبر وكتبت بها لنفذ ماء دجلة ولا أستطيع أن أفي وأكتب ما لديار بكر من قيمة وما لها من محبة في قلوبنا. لذا أتيت لدراسة بعض النصوص التي تتعلق بحياة نبي من أنبياء الله وهو ذو الكفل عليه السلام. لا أتي إلى الجوانب التي ذكرها أصدقائي من قبلي في سبب التسمية أو في تسميته ومكانه وما إلى ذلك، فقط سوف أورد بعض النصوص التاريخية التي وردت في تاريخ الأنبياء، تاريخ ابن منظور وابن عساكر والطبري وما إلى ذلك من كتب التاريخ التي بحثت حياة ذا الكفل، وآتي أحلل هذه النصوص لأهتدي إلى بعض النقاط المهمة كي نعرف سمات عصر الذي عاش فيه ذو الكفل، وكذلك شخصية هذا النبي وطريقة دعوته. حقيقة هناك روايات مختلفة لسبب تسمية ذو الكفل. الرواية الأولى تقول أنه كان يعيش تحت دولة أو في دولة يرأسها ملك طاغي ظالم اسمه كنعان، وكان وصل طغيانه إلى أن ادعى الألوهية وكان الناس يعبدونه، وذو الكفل كان يدعو إلى التوحيد سرا. ثم كشف أمر ذو الكفل وألقي القبض عليه وأراد الملك أن يقتله، ولكن ذو الكفل حاوره، وبالحوار اهتدى هذا الملك وآمن بالله تعالى عز وجل، وقال لذو الكفل: ماذا علي لو آمنت؟ قال: أتكفل. هنا جاء اسم ذو الكفل، أتكفل على الله أن يغفر لك. وكتب له كتابا أن النبي يتكفل للملك كنعان بأن الله يغفر ذنوبه إذا مات على التوحيد. وبالفعل أخذ الكتاب الملك وهجر مملكته ليعبد الله في الجبال وفي مكان بعيد، ثم توفي ومعه هذا الكتاب فقيل له بذو الكفل. الرواية الثانية يقول أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل عندما أتاه المنية الوفاة قال: من يتكفل بني إسرائيل بعدي أن يصوم الليل وأن يصوم النهار ويقوم الليل ويقوم بالرعية؟ فتكفل ذو الكفل بذلك فسمي بذي الكفل. والرواية الثالثة تقول أنه تكفل بالصيام والقيام وعدم الغضب. وهناك روايات كثيرة فيها. أريد أن أحلل هذه الروايات كي أصل إلى شخصية ذو الكفل عليه السلام. نأتي أولا إلى الحالة الاجتماعية والحالة السياسية التي عاشها ذو الكفل وعاشه ذو الكفل في هذه الفترة. يتضح من الروايات السابقة أن الناس كانوا يعيشون في فترة اضطهاد وظلم وقسر
وكانت سياسة الملك استعمال القوة المفرطة واستخدام سياسة الحديد والنار لصهر الناس في بوتقة واحدة والانصياع لأوامره، بدلالة ما روي أو ما ورد في الرواية أن ملكا جبارا يقال له كنعان من العماليق كان لا يطاق في زمانه لظلمه وطغيانه. عندما يكون سياسة الدولة الظلم والطغيان يؤثر على نفسية الشعوب، والإنسان الذي يعيش تحت حكم طاغي ليس كشخصية إنسان عندما يعيش تحت ظل حرية. لذا نرى أن الناس في زمنه كانت شخصيتهم مهزوزة ولا يثقون بأنفسهم، وضربت عليهم الذلة وكثرة الوشاة يعني الجاسوسية.